هل سبق لك أن حاولت الهروب من مسؤولياتك بكذبة صغيرة؟ اسمع هذه القصة. 4 طلاب أمضوا ليلتهم في الاحتفال بدلاً من المذاكرة للامتحان. في الصباح خطرت لهم فكرة شيطانية، لطخوا أنفسهم بالوحل وذهبوا إلى العميد قائلين إن إطار سيارتهم انفجر واضطروا لدفعها طوال الطريق. العميد بتعاطف أجل لهم الامتحان ل3 أيام. الطلاب فرحوا بنجاح خطتهم، لكن المفاجأة كانت بانتظارهم. في يوم الامتحان الجديد وضع العميد كل طالب في غرفة منفصلة. الورقة كانت بسيطة جدا، سؤالان فقط. الأول اسمك وعليه درجة واحدة. الثاني أي إطار انفجر وعليه 99 درجة. طبعا كانت إجاباتهم مختلفة وسقطوا في الفخ. هذه القصة تذكرنا أن الصدق والاجتهاد هما أقصر طريق للنجاح. قد تبدو الخدعة سهلة في البداية، لكنها ستكشفك عاجلاً أم آجلاً. أسبوع موفق للجميع. شكراً للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك.